السلام عليكم يا أحلى متابعين في قناة الزموري تيفي. اليوم عندنا واحد الخبار شاعل وعامل حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. واش وليد الركراكي فعلا غيولي هو الناخب الوطني للمنتخب السعودي؟ من بعد ما سهلت القصة ديال رأس لافوكا مع أسود الأطلس بشكل اللي ما كناش كنتسناوها في شهر مارس، دابا الخبار اللي جاية من السعودية كتقول باللي النية غتولي خضراء. الاتحاد السعودي حاط عينو على وليد باش يعوض هيرفي رونار ويوجد المنتخب المونديال 2026. بزاف كيسولوا علاش السعودية بالضبط، والجواب باين. الركراكي برهن في قطر باللي كيعرف يسد اللعب ويلعب على المرتدات، وهذا الشيء هو اللي محتاجاه السعودية دابا. ومن جهة أخرى وليد باغي يثبت للعالم باللي داكشي اللي دار مع المغرب ماشي غير ضربة حظ، وباغي يرجع للتدريب قبل ما يبدأ كاس العالم. ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح، واش غيقدر ينجح مع لعابة اللي عقليتهم مختلفة على ولادنا؟ وقبل ما نساليو هذا الفيديو بغيت نسولكم نتوما يا عائله زاموري تيفي، واش في نظركم الركراكي غينجح مع السعوديه ولا كان احسن ليه يمشي يدرب في اوروبا؟ وكيفاش جاتكم هذه الخطوه من عند وليد؟ هبطوا دابا للتعليقات قولوا لي ارائكم، وما تنساوش جيم وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش ديما يوصلكم الجديد ديال الكره المغربيه والعالميه. تهلاو.